ازاي نعمل conditional format زي ما احنا شايفين لrecipient بالنسبة لي مهم. ازاي نعمل archive واوتو archive، دي موضوعاتنا الحلقة دي، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن موضوعين اساسيين. الاول هيكون من تابة الاوتو اركايف، وازاي نعمل من تابة فيو، وازاي نعمل اوتو اركايف، وايه الفرق بين الاركايف والاوتو اركايف. الاوتو اركايف هو تول احنا بنحتاج لها عادة لما بنحتاج ان احنا ننظف او نشيل الرسائل القديمة اول باول كل 6 شهور كل سنة، بس ما بنستغناش عنها، ما بنعمل لهاش ديليت، لكن بنركنها في فولدر تاني اسمه اركايف، وده عشان خاطر الجهاز يشتغل بالكفاءة بتاعته المطلوبة، وفي نفس الوقت ما نستغناش عن الرسائل القديمة. الفرق بين الاوتو اركايف والاركايف ان الاوتو اركايف احنا بنعمله في تواريخ محدده، وبنحط السيتنج والجهاز بيبتدي يشتغل اول ما التاريخ يتحقق او اول ما الشرط يتحقق على طول الاركايف يشتغل. لكن ده بالنسبه للاوتو اركايف. لكن الاركايف احنا نقدر بمنتهى السهوله نروح نقول له من فايل هات لي الكلين اب تول وافتح لي الاركايف، وابتدي اوصف له انا عايز اعمل اركايف لمين في البي اس تي بتاعتي او لاكتر من بي اس تي. طيب انا في الحاله دي محتاج ان انا اعمل اركايف، والاركايف ده انا هعمله لفولدر معين. طبعا مش هنقدر نعمل كل الفولدرز عشان الوقت، هنعمل لفولدر معين وليكن الجوبس دوت. لكن عايز اعرف الاول الرسائل اللي جواه شكلها عامل ايه. هروح ابص على الجوبس، هلاقي ان في عندي مجموعة من السي فيز موجودة زي ما انتم شايفين كده، والحاجات دي كلها موجودة لسنة مثلا 2018. فانا محتاج ان انا اكلير الكلام دوت، بس ما اعملوش ديليت، اخده اعمل له اركايف. والاركايف انا بعتبره نوع من انواع الباك اب للداتا القديمه لحد ما احتاج لها اوصل لها تاني. هفتح فايل، هروح على الكلين اب تول وهقول له اركايف، وهنا هروح بسرعه اقف على الفولدر او الملف او الفولدر بي اس تي، واقول له انا عايز اركايف الجوب دوت. هحط التاريخ بتاعي، هقول له هو كان هناك 2018، اقول له اي حاجه اقدم في الفولدر ده من 2019 على طول انا بوصف، وتقدر طبعا تفتح وتختار من الكومبو بوكس، لكن انا هقول له اي حاجه اقدم من التاريخ اللي موجود قدامي دوت اعمل له اركايف. والاركايف فيه اللي ديفولت بيبقى على السي، انا غيرت هنا وقلت له وديهولي على نفس المكان اللي انا بشتغل عليه اللي هو على الدرايف دي، وحطهولي على الفولدر الفلاني. هنا اول ما هقول له اوكي على طول هيروح يشتغل وهياركايف ويرجع لي مره تانية، وهيكريت لي فولدر جديد او بي اس تي جديده زي دي اسمها هيبقى اسمها الاركايف، وهقول له اوكي. المفروض دلوقتي ان هو ابتدى يشتغل، ولحظات وهنلاقيه رجع لنا تاني وخلص الشغلانه بتاعته وعمل لنا الاركايف اللي احنا محتاجين لها. نرجع كده نبص عليه نشوف هل هو خلص فعلا. في حاجه اتكونت عندنا اهي اسمها اركايف، وخلي بالكم ان الجوب دوت ما اصبحش فيها ولا مسجز. طب راحوا فين؟ اتعمل لهم اركايف لانهم في الفتره اللي قبل 2019. نبص كده على الجوبس، ده فعلا جم هنا اهو، وكلهم كانوا زي ما انتم شايفين 2018. طيب ده كلام جميل. يبقى اول ميشن ان احنا نعمل الاركايف. الاوتو اركايف من تابة فولدر، ودي تختلف اختلاف نسبي. ان انا هنا بقدر اقول له، طبعا انا عندي الاوتو اركايف بيبقى عندي الجنرال والهوم بيج والاوتو اركايف، ان انا بقول له هنا في الحاله دي يعمل لي اركايف لما يتحقق بعض الشروط، واعمل لي كلين
الحاجات الاولدر ذان، وبرضه لما يتحقق بعض الشروط. ولما تخلص الكلام ده على طول روح حطهولي في الفولدر الفلاني، ده الديفولت بتاعه. طب هنا معنى الكلين اب ايه؟ معنى الكلين اب الحاجات المتكرره في ال2 او ال4 او ال5 months or week or day. يبقى انا اقدر اوصف اعمل لي ده الO2 archive واعمل لي جواه الكلين، شيل لي اي حاجه متكرره في الشهر اللي فات، في الاسبوع اللي فات، في الايام اللي فاتت بعدد، يعني ال5 شهور، ال5 ويكس، ال5 دايز. يبقى تقدر تقول له اعمل لي عمليه الكلين اب، او تقول له موف الاولدر ذان للديفولت اركايف فولدر، اللي هو المكان اللي انا هوصفه. هقول له وديهولي على الدي على كذا على كذا على كذا، وحطهولي على الفولدر اللي اسمه برضو archive.pst. تمام. انا مش بفضل البيرمننت ديليت، ما بفضلش ان انا اعمل ديليت لاي رسائل قديمه خالص. هنا لو انا عملت الاوبشن ده وقلت له اوكي، اوتوماتيك هو كل ما هيجي 5 شهور فاتوا على طول يقوم عامل اوتو اركايف، يبقى هو هيروح يشتغل اوتوماتيك ويرمي على المكان الفلاني. لكن انا دايما مش بفضل يا جماعه نعمل انا هكنسل ده، مش دايما بفضل ان انا اعمل الاوتو اركايف واحط فيه الاوبشن بتاع الديليت، عشان خاطر انا في حاجات بحتاج لها باستمرار فشيلها وجنبها لي، وبعد ما تجنبها لي على طول انا هشتغل على الجديد والقديم لو احتجت له، زي ما انتم شايفين كده في الاركايف انا رحت بصيت عليه. طيب دي اول نقطه عندنا. النقطه الثانيه، احنا كنا من شويه واقفين على الانبوكس وكنا رايحين واقفين على مسج. المسج دي كان لونها الريد الاحمر. بعض الاحيان بتجيلي رسائل مهمه بحتاج ان هي تزغلل عيني في وسط الهيصه بتاعه الايميلات الكتير، محتاج ان في حاجه توقف. هنا في بقى كتير قوي لازم نقوله. الاول احنا لازم نوقف عينينا عند حاجه بالشكل ده، نغير اللون، نكبر الخط. لما يجيلي من ريسيبيانت معين رساله على طول تخليها لي بالشكل الفلاني. اما ان انت تقول له انقلها لي في فولدر لوحدها، او تقول له غير لي لونها، او تقول له اعملها فورورد، لان انا مش دايما اكون جنب الجهاز. فالرسائل المهمه اللي جايه من طرف فلان على طول خد الرساله دي لوحدها وبعينها وديها لي على الميل بتاعي اللي على الموبايل. لو انا الميل اللي على الموبايل هيكون مختلف عن الميل اللي على الكمبيوتر، ممكن تقول له ابعتها لي هناك. او لو انا عارف ان انا دايما بكون جنب الكمبيوتر بقول له شغل لي صوت عالي عشان اجري على طول اروح اشوف الرساله وارد عليها. نبتدي النهارده ناخد واحده منهم ونقول له لو انا جات لي رساله من ريسيبيانت معين وليكن دوت، على طول هتعمل لي رول معينه. في الرول دي انا هقول له غير لي الفونت بتاعها. هقول له هنا الرول دي هقول له لما تجيلك الرساله من، نقف هنا كده وهقول له على طول انا عايز اعمل. طبعا احنا كنا اتكلمنا على الكاتيجورايز وكنا اتكلمنا على نقط كتير لو حد فيكم فاكر، لكن انا اقدر اقول له لما تجيني الرساله الفلانيه على طول غير لي في الخصائص بتاعتها وغير لي اللون بتاعها الى اللون الفلاني. طيب هنا بقى هروح على طول اقول له وديني للرول. طبعا تقدر تقول له هنا من الفيو الشكل الفيو بتاعي، وتقدر تقول له من الرول من تابة بتاعة الرول على طول غير لي فيها. طب تعال ناخدها الاول من فيو. هروح اقول له هنا فيو سيتنج وانا واقف على الرسالة اعمل لي حاجة اسمها conditional format، وهعمل هاد حاجة جديدة هسميها ياهو. يبقى رسالة لو جاتني من yahoo.com هسميها كده. وهقول له هتخلي لي الفورمات بتاعها لونه وليكن اللون ال purple، وخليها لي بخط كبير، وخليها لي كده، وخليها لي كده، وهقول له اوكي. طيب
هنا لما هيلاقي الرسالة جاية بالشكل ده على طول هيخليها لي كده. وانا رحت فتحت حاجة اسمها الكونديشنال، لما يتحقق شرط ان هي from y2ser@yahoo.com، لما يتحقق شرط ان هي جاية from الميل ده على طول هتابلاي السيتنج دي، وهقول له اوكي، واقول له اوكي. بصوا عمل ايه على طول، ابلاي ده على الرسائل اللي جايه من، نفتح كده ونشوف، ده فعلا جايه لي من كذا. فانا وانس ان رساله تجيلي هجري كده بعيني في وسط زحمه الرسائل. بصوا بتتلاحظ بسرعه ازاي، على طول عينك بتقدر تجيب الرساله اهي اللي جايه من الياهو. تمام، يبقى ده الاوبشن التاني في حلقتنا النهارده، ومش هنطول عليكم اكتر من كده، وشكرا ليكم ودمتم في امان الله.